السلام عليكم. بخصوص الطلبة اللي بتسأل تقول يا مس لو سمحتي واحنا نحل كام امتحان شامل، والامتحان الشامل المفروض نغلط فيه كام درجة عشان يكون مستوانا يعني جاهز لامتحان آخر السنة. أولا، بالنسبة لامتحان آخر السنة ما ينفعش مهما كان مستواك إنك تروح لامتحان آخر السنة من غير ما تحل شامل. دي كده يعني قضية منتهية. لازم تكون حالل امتحانات شاملة مهما كان مستواك. يبقى أنا عندي لازم أتمرن على إزاي أوظف المعلومة اللي عندي في إن أنا أقدر يعني أحصل على درجة السؤال. طيب بالنسبة للطلبة اللي هي لسه بتاخد الفترة دي في إنها تراجع على الجزئيات اللي في المنهج، طيب هتحل شامل إمتى؟ وبالنسبة للطلبة المشتركين جدد على الحل كتاب الوافي والوسام برضو بيسألوا يا مس احنا هنقدر نحل الامتحانات ولا لا؟ طيب تعالى نحسبها حسبة بسيطة كده. دي كده قائمة دي المحتوى الخاص اللي هو حلين فيه كتاب الوافي وكتاب الوسام. تعالى ناخد مثال كتاب الوافي. انت عندك دلوقتي المراجعات الجزئية اهي. تعالوا نشوف الشوامل. لو جينا نبص على امتحانات الشوامل هنلاقي عندك هنا الامتحان ده ساعة و10 دقايق مثلا، وده ساعة وده ساعة، ده 58 دقيقة، ده 40 دقيقة، ده 42 دقيقة، ده 50 دقيقة، ده 55 دقيقة، ده 40 دقيقة. يعني عايز اقول لك ايه؟ عايز اقول لك انت عندك في اليوم كام ساعة بتضيع هدر. انا عايزة منك كل ساعة انت يعني استهترت بيها او حاجة ظبطها لي في انك تخلص امتحان شامل. هنفترض ان انت طالب مستواك مثلا ممتاز بس عندك ضمير وعايز تشوف الفيديو من اوله لاخره. لو ربما تكون انت حالل السؤال بطريقة معينة وعايز تتأكد طريقة التفكير بتاعتك صحيحة او لا، او عايز تعمل دمج لطريقة تفكيرك مع طريقة تفكيري بحيث ان انت تكتسب طريقة تفكير جديدة في حل الاسئلة، فعايز تشوف الفيديوهات كاملة. طيب انا دلوقتي هنقول ان احنا هنحاول نشوف فيديو كل يوم. طيب الفيديو ده مدته ساعة زي ما احنا شفنا، ده بيتكلم عن امتحانات الشوامل. انت مثلا هتقول لي هشوفه على جزئين، يعني مثلا عندي نص ساعة فترة النهار ونص ساعة بالليل، يبقى خلال اليوم انا خلصت فيديو. او ممكن تشوف الفيديو على 4 مراحل بس في اليوم، يعني خلص فيديو في اليوم او 2. طيب كم امتحان شامل عشان تكون جاهز للامتحان؟ اقل حاجة 30 امتحان. لازم الامتحانات دي تكون متنوعة مش من كتاب واحد. 30 امتحان مش من كتاب واحد. وجرب تحل مثلا من كتاب وبعدين تيجي تشوف امتحان من كتاب تاني، هتلاقي كل كتاب ليه خط في التفكير، ليه خط كده متبعه في التفكير، تحس ان امتحاناته ليها خط محدد، ولما تيجي تشوف كتاب تاني تلاقي خط مختلف تماما. فاحنا عايزين ننوع في التفكير. امتحانات السنين اللي فاتت ال3 سنين اللي فاتوا والامتحانات التجريبية محتاجة منك ان لازم هيجيلك حاجة انت اول مرة تشوفها، فلازم تكون مستعد وجاهز. فلازم تشوف اسئلة متنوعة من كتب مختلفة بافكار مختلفة. طيب تمام، يبقى احنا دلوقتي لازم نخلص ال30 امتحان. شوف انت كده هتفرغ لهم وقت ازاي. طيب يا مس الوقت اللي فاضل في الشهر ده ممكن لو انا حليت فيه كل يوم امتحان هقدر اوصل لكام؟ قول مثلا فاضل لنا ممكن في لغاية ما تخلص الشهر ده قول 20، والاول الشهر الجاي هتحاول تاخد ال10 التانيين، يبقى ادي 30 امتحان شامل هتقدر تحصل عليهم. طيب انا دلوقتي في كتاب الوافي حل لحد يعني انا بجهز في الامتحان رقم 41. ان شاء الله هحاول الفتره اللي جايه اضغط نفسي بحيث ان قبل ما الشهر ده يعدي اكون مخلصه الامتحانات الشوامل. فانت معاك مده ان انت تحل فيها الامتحان الشامل. لو لقيت وقت بقى للامتحانات الجزئيه فانت ممكن تتعامل مع الجزء اللي وقع منك. طيب لو في سؤال اول مره تشوفه في الامتحان الشامل تعمل ايه؟ تروح تجيبه من الكتاب اللي انت بتذاكر منه النظري وتقراه كويس جدا وتجيب الاجابه ما بين السطور وتتاكد منها. وده اللي انا بعمله وانا بحل وياكم. يعني انا حتى لما باجي احل وياكم الاقي معلومه في النظري اروح فاتحه لك الكتاب واقول لك ايه السطر ده بيقول كذا كذا وهي دي الاجابه. يبقى انت كمان هتتعامل بنفس الطريقه دي بحيث ان انت تبقى بتراجع جزئي وانت بتحل الشوامل. تمام.
طب المفروض تغلط كام غلطة في الامتحان عشان تحس ان مستواك كويس؟ والله انا هفاجئك. اول امتحان مهما كان مستواك، حتى لو كنت التوب مثلا، اول امتحان شامل هتمتحنه هتغلط فيه كتير، هتلاقي نفسك ناقص بال 12 وال 22 درجة. وده اللي هيثبت لك انك ما تقدرش تخش امتحان اخر السنة من غير ما تحل شوامل. ففي الحالة دي تعمل ايه بقى؟ في الحالة دي ان انت معاك المعلومة ولكن مش متوظفة. المعلومة من غير ما تتوظف ان انا استغلها في اني احل السؤال واكسب درجته، تكسب درجته، ما هي حرب لازم تكسب الدرجة. ما تستسلمش بسهولة للسؤال او تستهتر بيه بحيث تضيع الدرجة. فلازم يكون معاك طريقة تفكير في السؤال عشان تبقى ضامن الدرجة بتاعته. فانت لازم كل ما هتحل شامل هتبدأ تحسب الدرجات اللي انت بتنقص فيها. هتلاقي الدرجات بدأت تقل والأفكار بدأت تزدهر في دماغك وتبقى الدنيا بتظبط معاك وتبقى زي الفل. يبقى احنا كده ماشيين صح. يبقى هنا الشوامل دي، امتحان الشوامل ده حاجة لا مفر منها، مفيش بديل عنها. المراجعة الجزئية وراها الشوامل، يبقى انت كده بتعمل اللي عليك، يبقى انت في طريقك ل60 من 60. ما لحقتش المراجعات الجزئية يبقى مش قدامك غير انك تحل شوامل وانت ونصيبك بقى. كل ما كترت عدد الامتحانات كل ما انت قربت من الدرجة اللي انت نفسك تحصل عليها، وبالتالي انت قربت من الجامعة اللي انت نفسك فيها. الموضوع بسيط جدا، والفيزياء مش صعبة، اسئلتها بسيطة. اول ما تندمج في المذاكرة هتكتشف المعلومة دي متأخر، فساعتها هتزعل. طب ما الموضوع بسيط اهو، امال انا ليه كنت خايف منه؟ طب ما الدنيا حلوه اهي، امال انا ليه كنت يعني بحاول ان انا بقدر الامكان ابعد عن فكره ان انا احل؟ لا، ان شاء الله الفكره كويسه جدا وهتبدا تندمج فيها. وطبعا الطلبه اللي هتسال يا ميسي طب لو احنا عايزين نشترك في حل الكتب ده، طبعا انا كل مره بكتب الرقم ومع ذلك بتسالوني في التعليقات واكتب الرقم تاني. الرقم ده لو انت اتواصلت ما تتصلش بيه بالتليفون، اصل في طلبه بيقولوا ايه احنا اتصلنا وما ردش. سيب رساله على الواتس، سيب رساله على الواتس اللي انا اضمنه لك ان اكيد في رد. لكن لو انت اتصلت ممكن يكون في اللحظه دي ما فيش رد في ساعتها، فساعتها انت بقى هتستنى ما حد يرد عليك. لا، انت سيب رساله على الواتس بالرقم ده. تمام؟ طيب بالنسبه بقى للاسئله اللي احنا يعني عايزين من النهارده، لو انت فعلا صادق وعايز تتغير تماما وعايز الفتره دي تاثر عليك، يبقى ابدا النهارده حل امتحان شامل وارجع للفيديو ده اكتب لي في التعليقات تم، يعني انت فعلا رحت جبت امتحان شامل وحليته. طيب هنجيب امتحان شامل منين؟ والله بالنسبه لكتاب الامتحان انا حللكوا على اليوتيوب، بس دور في القايمه، ما تستناش الاشعار، مش هيجيلك اشعار. دور في القايمه وشوف الامتحانات السنين اللي فاتت هتلاقيها موجوده. عقبال ما انا احاول بس ان انا الاقي وقت واكمل لك كتاب الامتحان. طيب بالنسبه للمشتركين جدد في كتاب الوافي، ابدا بقى جيب القايمه دي وابدا النهارده. معلش يعني حاول بقدر الامكان تبدا بدايه النهارده وتعلم على اول امتحان من اصل كام 30. لو انت زودت يبقى انت كده بتحاول بقدر الامكان انك توصل للدرجه. عايز فعلا الامتحان الشامل ده يكون جايب نتيجه حلوه معاك، استخدم ال 30 امتحان من كتب مختلفه. احنا بالنسبه لنا بنحل الوافي وبنحل الوسام محتوى خاص، وبحل على اليوتيوب مجانا كتاب الامتحان وارجع للقائمه بتاعته. وبنحل والمفروض ان انا حل كتاب الوسام بنك الاسئله بس لغايه كام فصل كده في الحديثه لسه مش حلته. بالنسبه لبنوك الاسئله كتاب جميل جدا. الكتاب دون بالنسبه للطلبه هيبقى هين وهيعمل ثبات وهيعمل نوع من الثقه بالنفس، لان الكتاب دون هيخلص معاك بسرعه ويعتبر شامل على المنهج وطريقه اسئلته كويسه. هو محلول في ناس بيقول لي في الفصل الثالث يا مس، انا حلاه على اليوتيوب وبحل في الحديثه حاليا. الفصل الثالث محلول على صفحه الفيس، بسيب اللينك بتاع الصفحه في صندوق الوصف في اي فيديو ان شاء الله تلاقيها، وهتلاقيه في فيديو مثبت على صفحه الفيس. اللي هتحاول تشوف الفصل الثالث منه وتقولي طب يا مس انا سالت عليه في المكتبه مش لقيته، قلت لكم برده نفس الرقم ده، اتواصل معاه وجيب منه اي كتاب يعجبك، سواء كتاب الفيزياء او الكيمياء او الاحياء او الجيولوجيا. يبقى احنا دلوقتي معانا وقت. طب يا مس احنا عايزين نذاكر عربي في الفتره اللي قبل العربي، ساعتها هنسيب الفيزياء ولا نعمل ايه؟ استحاله ان انت هتقدر تحل ماده اليوم كله، هتوصل لدرجه الملل. يعني مثلا افرض انت عندك سبت ال 15 يوم الاخر للعربي، استحاله يبقى اليوم كله عربي. هتحاول يعني تكسر المذاكره العربي بحاجه،
هتبقى الحاجه دي بقى على حسب انت مستواك قليل في انهي ماده. وانا افترض ماده الفيزياء، يبقى ساعتها هتيجي على القائمه اللي فيها الكتاب الوافي، او ابدا بالوافي. لو انت خلصت الوافي تقدر تحل الوسام. ابدأ مثلا بالقائمة دي، جيب امتحان شامل اتسلى فيه كده بسرعة. مش معاك وقت شغله على سرعتين، لا عايز تشوفه كويس عشان خاطر تتعلم منه وتمام التمام كده، يبقى خلاص كسبت انت امتحان في وسط العربي. حتى ممكن مع مادة الكيمياء، ممكن مع اي مادة تانية تلاقي نفسك نتجت امتحان كده من القائمة لغاية ما اللي احنا اتفقنا عليه. اقل حد عشان تروح امتحان الفيزياء 30 امتحان شامل، ده الحد الاقل عشان تقدر تتعامل مع ورقة الامتحان كويس. وكونك تنقص في اول امتحان ده دليل على الكلام اللي انا بقوله، ان ما ينفعش حد يروح الامتحان الا ما يحل الشوامل. وطبعا من ضمن الشوامل دي اكيد امتحانات ال3 سنين اللي فاتوا، سواء امتحان تجريبي او امتحان دور اول او امتحان دور تاني، لان الخطوط اللي في الامتحانات دي مختلفة عن الخط اللي هو معتاد عليه. كده انا وضحت الاستفسارات اللي انا بشوفها في التعليقات، وقلت لكم على رقم التليفون، لان انا ببقى عارضه رقم التليفون ومع ذلك بتسأل في التعليقات يا مس طب نتواصل مع مين، طب نعمل ايه، طب التليفون ما ردش. سيب رسالة على الواتس وهو هيرد عليك بإذن الله. طيب في طلبه يقول طب احنا عايزين نشترك في كتاب الوافي بس، متاح انك تشترك في الوافي بس. في ناس يقول لك لا عايزين نشترك في كتاب الوسام، متاح. بس انت لو نوعت بين الامتحانات هيبقى ده الافضل. وبرضو عايزاكم تكتبوا في التعليقات، علشان انا اللي بشوفه في التعليقات بحاول ان انا ارد عليه، وربنا يوفقكم باذن الله، وتبقى الفتره اللي جايه كيرف الارتفاع في المستوى يكون عالي جدا، لان مستواك مش هيتحسن الا في الفتره اللي قبل الامتحانات. فما تخافش من اللي انت وصلت له، انت لما هتستغل الفتره الاخيره دي هتلاقي مستواك بيعلى بشكل انت مش متخيله. بس استثمر الوقت صح، وركز في مذاكرتك، وابعد عن اي حاجه تشغلك. والفتره دي كفيله بانها ترفع مستواك قوي، وخصوصا انك في اخر السنه غير في اول السنه. هتلاقي نفسك فهمك افضل من اول السنه، طريقه استيعابك افضل من اول السنه. طبعا لان اكيد المواد العلميه دي اثرت على دماغك وشكلتك وخلتك الافضل. التعليم بيخلي الدماغ تعرف تفكر، فانت دلوقتي تقدر تستوعب افضل بكتير من اول السنه. ما تخافش وابدا حل واعمل اللي انا بقول لك عليه. ولو حتى هتبقى عن طريق المساعده انك تشوف فيديوهات ادام متاحه، اتفرج على الفيديوهات لغايه ما تتظبط معاك تمام التمام، هتلاقي نفسك انت بتجيب الامتحانات بقى وتحل لوحدك. استودعكم الله، واتمنى التوفيق للجميع. السلام عليكم.